تدرون شنو أسباب الأزمات اللي قاعدة تمر فيها البلد الآن؟ خلافات النخبة الحاكمة. خلافات النخبة الحاكمة هي سبب الصراع بين السلطتين، السلطة التنفيذية والتشريعية، وهي التي عصفت بالمجلس وجعلت المجلس يحل. هذه الحكومة التي تدعي الإصلاح وتتنفس نفس إصلاحي، كنا حنا نتنفس نفس غير وهم ما شاء الله هواهم غير، يعني لديها بطانة فاسدة ومفسدة، وتعيش على المشاكل والأزمات. وإذا لم توجد أزمة تخلق هذه الحكومة أزمة حتى تضمن الاستمرار في مقاعدهم وكراسيهم. وللأسف الحكومات في كل دول العالم متضامنة ومتجانسة إلا حكومتنا الرشيدة، كل وزير ينعق لوحده. طبعا أنا ليش قلت ينعق ما قلت يغرد؟ لأن لو عمل قلت يغرد، لكن والله يستاهلون كلمة ينعق. الدليل على أن بطانة الحكومة بطانة فاسدة هي من صاغت قانون التجمعات المقبور الذي قبر قبل ولادته، والذي يخالف المادة 44 من الدستور الذي ينص أن للأفراد حق الاجتماع دون الإذن أو اختيار مسبق، وخالف أيضا المادة 30 التي تنص على أن الحرية مكفولة للأفراد. وأنا شخصيا أشك بأن هذه البطانة أيضا لها ولاء لهذا البلد، لأن لو كان لها ولاء لهذا البلد لما قادت البلد إلى أزمة خلف أزمة خلف أزمة، ويقودوننا الآن إلى نفق مظلم الله يعلم شنو آخر هالنفق هذا. بعدين من قال للحكومة إن حرياتنا تحتاج إذن؟ من اللي قال لكم إن حرياتنا تحتاج إذن يا حكومة؟ ومن قال إن حنا نحتاج استئذان منكم؟ ولتعلم هذه الحكومة الفاقدة للشعبية أنها مجرد حكومة تصريف أعمال، شغلها بس تودع وتستقبل في المطار الحين لما يجون الزلم ويشرعون. ولا تساومونا على حريتنا، لأن أنا بقول لكم بالفم المليان يا حكومة، انتهى عصر الفداوية وأتى عصر الأحرار. وإذا تبي الحكومة تحفظ ماي وجهها وتقوم بحركة بعد إخفاقاتها اللي قامت فيها والاستقالة المفبركة اللي تضحك، خلها تحفظ ماي وجهها وتشن حملة على شراء الأصوات اللي بات في دائرتنا وفي جميع الدوائر واضح